مشعيط. تقول يا مشعيط احنا ظالمين ولا مظلومين؟ والله على حسب عملك، على حسب عملك يا طويل. أنت من صدق نصبت على أبو ناصر $1,000,000 ومليون يمني؟ منو قال لك هذا الخبر وأنت صدقت؟ على الحارة كلهم اتخابروا، كلهم قدهم عارفين إن أنت نصبت على أبو ناصر واشتريت لك عمارة كبيرة. لو هذا الخبر حقيقة وأنت نصبت على أبو ناصر وسرقت $1,000,000 ومليون يمني، قدك يا طويل تعتبر سيد الظالمين وأمير الظالمين. بالله عليك وأنت تصدق علي يا مشعيط؟ نعم ما تعرفش الطويل، أنت تعرفنا أننا حالي حال نفسي يا رجل كل الاتهامات. إلا ما أنا أعرفك يا طويل، ما شاء الله عليك إمام مسجد يا رجل يا طويل. ما حدش يتهم آدمي بهذا المبلغ، $1,000,000 ومليون يمني. إلا والله ما هذه صدق المشعيط، ما هذه اللي عملت إلا عملة قوية. ما لي أنا كنت أقول قد صفقة الأمر وخلاص بعد توبة. لكن اللي راحت لك يصلع فناكن أمك. طويل وطويل، كم باقي للعيد يا طويل؟ أنت ما تشتيب العيد؟ ولا بس كنت أفكر تقول شنعيد بالسجن ولا شنخرج. عادي هذه تحتاج لسؤال يا مشعيط. أكيد شنخرج، وخاصة أنت يا مشعيط. ما هي الجريمة اللي عملته؟ هم 30 راس غنم أكلتهم مدري 35 راس. أمال ما هم قليل يا طويل، ما هم قليل. من أنا شدقي بدهم يا طويل وأنا حالتي حالة. يا رجال ما اختبقش دحاين يا رجال، حسب الله هو أكلهم الذئب ما كانش يتبع من، وإلا قدر الله ويشلهم السائل ما أبو معاك يهدى وقير. والله لو صدقك يا طويل، والله لو صدقك، لكن من يشدي لك من يشقرأ لك خبرك، ولا والله حسب الله وأكلهم الذئب ولا شلهم السيل ولا ماتوا ولا فلت فوقهم الدايمة، لكن ما حش يقرأ لك خطاك. صدق نفسه والله انك ترتبط هنا لما تدي قيمتهم. تقولش سامحنا طويل شخرجونا من السجن غصبا عنه. هم 30 راس غنم مدري 35، نعم مدري معه معرض سيارات سرقتوا عليه. بعدين انت مش كنت راعي؟ انت ترعي معه بمشقايتك ولا لا؟ ايوه طويل انا كنت ترعي معه بمشقايتي، قسم بالله ان انا كنت اطلع الجبل الشاهقة وانا اجري بعدين. هذه الزربي تشحطنا وهذه القرضي تأكدنا اروح قدنا كل دم والملابس حقي مقطعات. خلاص امورك بالسليم. لو قال محقق يحقق معاك قل له ايوه اكلتهم مشقايتي. والله كلام الطويل صح، وايش اقول له يا فندم اكلتهم مشقايتي، قسم بالله ان انا اجري بالجبال حالتي حالة. وانت يا طويل مش تقول لهم لما يجي يحققوا معاك يقولوا لك سرقت على ابو ناصر $1,000,000 ومليون يمني. الله خارجك يا طويل. ما انا لقمتي والله تخنق، لقمتي الا كبيرة خنقانا صاح. ما اقول لهم سجن مؤبد ولا اعترف بالعمارة الكبيرة ان حقي وسلم لي ابو ناصر مقابل بي صوت خارج. لا أنا أقدر أخرج لي منه شقتين وأسكه لي من المشاكل هذه والبرطعة والسرحة والرقعة. اللي مساكته طويل بيش تفكر؟ إيش خارجك ربي يا طويل، إيش خارجك ربي. لو عادك ما أكلت سلبيات ولا أكلت لك مني قليل رجعت لي أبو ناصر قل له سامحك باللي أكلك. تقول يا أخي ما كانك موتح ان انا سرقت ابو ناصر؟ اقول لك كل الخبر كذب. لا 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 يا طويل انا اقول لك يعني لو لا لو 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 كيف حالك يا طويل؟ حالك يا طويل كيف حالك؟ حال الحمد لله. خزن وافتهن. من رسلك ومنين هذا القات؟ امانة قات ملموش داخل اليوم اشتقع خزة وتخزينه داخل السجن. امانة من رسل لي بالقات هذا؟ أنت خزن وافتهن بس. وأنتم يا مشاهدين كما هذا المسلسل حصري على قناتنا في اليوتيوب يوميات قعبوس وبشوكة بس.
إذا لقيته بالتيك توك ولا بأي موقع آخر يعتبر مسروق وصاحبه سارق. صح إلا لا يا طويل؟ قسم بالله صح، لكن كمان شرقة عمل له تخزينه هذا اللي يسرق المحتوى حقنا. ما انت ماش يقدر يكداك يوقفك الا عزرائيل. مالك يا قعبوس؟ مالك ما تشتي؟ يا رجال يكفيك تلقي من هنا ومن هنا ومن هنا. يا رجال بعد الموت كما صاحب الهيلوكس، كما شيقي يشل عليك، شيقي ياكل الكل. مالك مال الخبر يا قعبوس؟ ما تشتي ندي لك عيد. من هنا خرجتهم عظم؟ من هنا اديتهم؟ مالك علاقة يا قعبوس؟ المهم تشتي عيد، ما عليك، أنا أشتري وأبيع. تمام اشتري وبيع. بكم هذا؟ بكم؟ لكن ها اديلي سعر مليح. ولا لك إلا أحسن سعر هذا عندك ب1000. ب1000؟ والله مليح ب1000. شاشل لي 3 ولا 4. شكل السوق رباخ. ها قعبوس مالك ساكت ولا ما عجبكش السعر؟ لا والله عجبنا 1000 ريال مليح. شاشل لي 3 ولا 4. وهذا بكم هو؟ هذا عندك ب1200. شوف مليان. هذا مع زيده 200 لما، لكن سعر قدو 1000 و1200 2200. الله مليح. شاشل لي 2. شازيد انقي لي 2 جنبهم 4. ها كيف يا قعبوس؟ عجبوك؟ تشل لهم 2 ولا تشل لك 1؟ لا شاشل لي 4. ايش تعمل بهم 4 يا قعبوس؟ يا أخي ما دخلك شناكل ببيسين لبيساك. أنت مفروض تفرح تطلب الله تبيع. لا بس قلت يعني غالي عليك، مش تقدرش يا قعبوس تشل 4، يكفيك 1 حتى. مالك يا عبد مش تقدرش. اسمع، معك صرف 100 ريال سعودي. معي يا قعبوس صرف 100، بس 100 مش تعمل به. أنا أقول لك هذاك ب1000 وهذاك ب1200، 2200 سعودي. لو عندك تشتي 2 زد نقي لك 2 وش أحسبهم لك من 900 وديك 4000 سعودي وخلاص. يعني بالسعودي؟ ها ما تفكر ما هو يا قعبوس؟ أنا فكر 1000 يمني. 1000 يمني روح شل لك كيلو بصل، ولا أقول لك روح شل نص حبة دقاق وعيد وخلاص. أهبال الأهبل أنت، قال لك أهبل. ما معك أنت كبش ب1000 ريال سعودي؟ ما هو هذا؟ مرقم مقمراك، فتحة سقف، دبال، مكيف مركزي. أنت بالمربع تبع خرفان ولا معك معرض سيارات؟ الخبر معك يا قعبوس، أعجبك ولا الله معك؟ لا تشغلنا. الله معك. خلاص ايش رايك اروح ادور لي 6 جنبي وانا السابع، نشتري منك كبش ب1500 سعودي ونتقسمه من سبع معك ثور. عيد لك دقاق شل لك دقي ولا نص. جاي يقول لي ب1000 ريال يمني، يفكر انه بسوق الخضار يشتري كيلو بصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا ربي ما بالنوم. مفروض اللي ترقد أم قعبوس مش أنا. الآن كيف أنا مدوخ نوم، والخوف إن أنا أنام وأحلم حلم قهري وأم قعبوس تسمع عليه. لكن هذا العلاج أكيد إنه يوقف الحلم القهري. الرجال قال لي إنه مضمون، والمشعوف قال إنه مقرب. نوم العافية، نوم العوافية يا ابو قعبوس. شخيرك يسمع بالشارع يا ابو قعبوس، والنوم مدوخ باك ومالكش بالعادة انك ترقد من المغرب. انت تجلس سهرة للصبح. في حاجة بالموضوع. ايش تعرف ما هو اللي كان بيده؟ دخلت لعنده خبأوه ولا شي. الله أعلم ما كان معه. من بعده ما جلس إلا قلق ومدوخ يترقود. آخر حاجة مش قادر ينتظر يصلي المغرب، لكن شروح أجلس جاب راسه. شخار يا أبو قعبوس، شخار. الله ما بيجلس إلا جاب راسك والسمع عليك. الليل طويل وعاد مغرب. معي في الداحة شاقد كي جنبك واجلس لا صبح أشوف مش تقول وتابع الأخبار. شاكليش أعيد بو قبل العيد، شاكليش أضحي باك يا أبو قعبوس.
وقل لأبو قعبوس قل له ارتاح ونام الليل كله. أيوة كذا تعجبني، خذ راحتك، يلا شغل الإذاعة حقاك، هات التفاصيل. الله استقعدك يا وسهرة على راسك يا أبو قعبوس. وين أبي وأمي اليوم يا فراشة؟ ولا لهم صوت. عمي راقد اليوم يا قعبوس. كيف راقد يا فراشة؟ عادوا مغرب، عادوا ما أذنش العشاء. الله يا قعبوس قد يدور النوم من العصر، منتظر متى يأذن، ما أذن إلا المغرب، قال شجمع مغرب وعشاء ورقد. ماله تعبان ولا في بو حاجة؟ ولا في بو حاجة يا قعبوس، بس قال له أسبوع سهران في بو نوم. والله غريبة، أبي دائما سهران نرقده بالصميل. طيب أمي نهي ولا لي صوت. عمتي اليوم إلا معي في الزاحة، معي قليل قات ومعي حتى باكت سيجارة، قالش تدخل تدكي جاب عمي أبو قعبوس. يعني كل هذه خطة يا فراشة؟ أبي بينه نوم، أمش تدخل تدكي جنبه معي في الزاحة، ناويين على رمسسة هذه الليلة. مالك يا قعبوس؟ كيف ناويين على رمسسة؟ أقول لك عمي الشخير حقه يسمع للشارع. لا تصدقش يا فراشة، هذا كله تمثيل يا فراشة. أقول لك الليلة ناويين يترمسسوا. الله يا قعبوس تفكيرك غلط، أنا خايفة لا تكون عمتي ناوية على عمي الليلة. ما ناوية على بيعيش. أقول لك يا قعبوس عمي شخاره يسمع للشارع، وعمتي راحت تكي جنبه تسهر الليلة تسمع الحلم حقه القهري اللي شحلم به. ولا تخافي ولا شيء يا فراشة، بالعكس أنا سعيد وفرحان إنه أبي وأمي اليوم بغرفتهم جالسين عايشين حياتهم، خليهم يترمسسوا، شكل العيد هذا بيجي حالي بدون مشاكل. سهل اطمن، بس اشترقع تذكر خبري يا قعبوس. أقول لك حاسسة إنه الليلة شقاء نثرة. ولا شقاء إلا الخير يا فراشة. المهم جهزي لي عشاء، وأنا بصلي العشاء عشان أتعشي وارقد، بكرة شبكر أدور لنا عيد. أنا خرجت اليوم ما تعمل يا قعبوس، قلت بتشتري عيد. أقول لك مشاهد شحطة خلي على الله، ما تحصل إلا قيد ولا كبش صغير، قال لك بالسعودية تخابروا ولا أحسن واحد يقول ب100,000. قلت برجع انتظر لبكرة يا فراشة، يمكن يراجعوا أنفسهم، يمكن أحصل لي بكرة قدائي ولا كباشي مليح. كما هذا المسلسل حصري فقط على قناتنا في اليوتيوب، يوميات قعبوس وبشوكة. مسلسل غربة قعبوس جميع الحلقات موجودة على قناتنا في اليوتيوب فقط. لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك، فعلوا الجرس ليصلكم الجديد. سمعتم؟ السلام عليكم. هل تسمعني؟ وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا مشعوف، تعال تفضل اجلس. ولا اجلس، أنا مستعجل، اجلس واقف. كيفش تجلس واقف يا مشعوف؟ أقول لك اجلس، أنا مستعجل، جيتش أتخبرك على حاجة وشجزع. خير إن شاء الله خير. أنا جيتش أتخبرك على العلاج اللي اديته لي أبو قعبوس، أقل هنا رسلته له عندك. صاحبك أبو قعبوس هذا خلي يشتي علاج حق الحلم القهري. أيوة هذاك هو. ولا تخاف ولا شيء يا مشعوف، جبت له علاج أمانة إنه مضمون ومقرب، يخلي الواحد يرقد من مغرب أمانة، يرقد ما يقوم إلا بعد يومين. مالي تمام، ما علاجك غدو معروف مضمون ومقرب، لكن أنا لما رسلته له عندك قلت له شو العلاج منك، نسيت ما قل له إنه العلاج ليوم قعبوس ويخلي تشرب علشان تكون ترقد ما تسمعوش. أنا خايف لا يروح يشربه أبو قعبوس ويرقد، ما بعد شي ترد ليوم قعبوس قصة حياته كله. والله هذا اللي احنا خايفين منه كلنا. أنت قلت له إن العلاج يدو ليوم قعبوس؟ ولا والله إننا نسيت، خرجت لخارج الحق بعدش أقول له
أجي وقجزع. أنت مجنون ولا بعقلك؟ أقول لك لا يروح يستخدمه أبو قعبوس. بعدين شرقد رقدة أهل الكهف. بعدين أبو قعبوس لما يرقد يقوم ينثره ويحكي قصة حياته بالحلم القهري وهو راقد. ما تعمل يا مشعوف؟ ابن آدم معرض للخطأ والنسيان، وأنا والله إن أنا نسوق أخرج لخارج أدوره ولا أهله. الله يا مصيبتها يا مصيبتها. شروح يستخدمه أبو قعبوس شرقد شيعمل لنا نثرات، وخاف يتخبر إنه أنا اللي دليته على العلاج. ضروري الحق اتصل له ضروري. أين ستصل له يا مشعوف؟ الرجل قد يكون بسابع نومه. مغلق، جواله مغلق. الآن كيف العمل؟ والله إن أبو قعبوس يكون شرب العلاج وغلق الجوال حقه ورقد ومصيبته. يا رجل عادي، حتى لو شربوا أبو قعبوس وحلم حلم قهري، حتى لو ضربته أم قعبوس كما هو مسيحوس، العلاج هذا يرقده ما يقوم إلا يوم الثاني، حتى لو يطعنونه بالسكين. لو ما حسش أبو قعبوس أنا اللي شاحوس. أنت داري يحلم حلم قهري يفرفرهن كله اللي أم قعبوس. لو قال لي إنه أنا اللي علمته على العلاج اشتقي ترزعنا بالكرسي مثل ما رزعنا المرة الأولى، كسر لي راسي. أيوة، بدي يفتح الإذاعة حقه أبو قعبوس. يا طويل لو درى أم قعبوس إننا شتزوج والله لا تقيم قيامتي. طيب خلاص شخزن لك يا طويل. أهم شيء ما تقولش لأم قعبوس. هذا الطويل اللي أني أدافع عنه يعلم أبو قعبوس يتزوج مرافق خالته. هات العلوم يا أبو قعبوس، هات أنا شعلمك. أنت والطويل. شكله أبو قعبوس الليلة اللي شبده بالأخبار من 2025. تعلمنا به. وش تعلمنا به يا طويل؟ أشوف النظرة الشرعية. عادوا بنظرة شرعية. يا راب، كيف أعمل به أبو قعبوس الليلة؟ أقطعه ولا أكسره؟ لا يهمك يا طويل، خزن لك أحسن قاتل. هذا الطويل اللي كنت أزعل عليه. عادني قاطعك ابني قعبوس عشانك يا طويل. تذكرت هذا المرة الأولى أيام ما كان أبو قعبوس يتعذر لي، مرة احتاج فلوس لهذه ومرة كسر المراية حق باص ويخزن لي الطويل. والله شصبر، حتى لو قلبي قدوش فقر، لكن شصبر لما يكمل الأخبار كله حتى لا أذان الفجر. بعدين شقوم أكسره. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أجيب لك العشرة هنا يا قعبوس؟ لا يا فراشة، جهزي لخارج شاك تعشي حتى بالصالة عادي. فراشة، أبي أمي عادهم بغرفتهم. أيوة يا قعبوس. ما سمعتيهم شو يسولفوا ولا يكون معاهم هذه الساعة إلا مشاريع مخزنين مبسوطين؟ الله يا قعبوس، ما بقول لعمي شخاره يسمع على الشارع، لا سوالف ولا شيء. عمتي صامت ولا سمعت لي صوت. الله يا قعبوس، أنا حاسس إن في حاجة، في كارثة تحصل بالغرفة حق عمي وعمتي. عمتي داكية جنب عمي أبو قعبوس منتظرة له، شكلي تشتي تسمعه لما يحلم الحلم القهري وتشوف ما معه من أخبار. والله انتبه براسك وساوس يا فراشة، وساوس. هيا شخرقة تعشي وارجع ارقد، شبكر السوق ادور لنا عيد لا قدائي ولا كباشي. تمام، بس ايش رايك يا قعبوس نتعشي نرجع نفرش بالصالة، نرقد اليوم بالصالة؟
علشان لو في حاجة نسمع عمي وعمتي لقاموا يتضاربوا آخر الليل هنا ولا يسمع حاجة. مكانك موسوس يا فراشة، أقول لك خلاص خلينا نتعشي ورقود ولا شي قاشي، خلي لهم حالهم يترمسسوا، ما اجتمعوش كذا مين يوم أعرف نفسي. كما مسلسل غربة قعبوس حصري على قناتنا في اليوتيوب يوميات قعبوس وابو شوكة. اللي يشتي يشاهد كل الحلقات يزور القناة، ولا تنسوا اشتراك ولايك وتفعيل الجرس. والله يا مشعوف، يا مشعوف ما أنا أم قعبوس اللي قنية. والله يا مشعوف إن أنا أشتي زواقة أتخارج من القنية حقي هذه. الله مغاريم إلا الطويل والمشعوف، والله إنهم بأول القائمة. أهم شيء أم قعبوس، أهم شيء أم قعبوس ما تعرف الزواج بالسر. لا ولا شعرف بشي أم قعبوس، ولا تعرف بحاجة، ولا شعرف بحاجة يا أبو قعبوس. أنا ما شعرف إلا بهذا الصميل اللي بيدي، أكسر لك العظام واطحنك طحن الليلة. مرر علي بالتخزينة، قلت اليوم هذه شسمور شخزين، لكن هما سهل يا أبو قعبوس، سهل. حتى قزعتني معي سيجارة ضارب حسابي إنه شحرق لي دمي، لكن سهل يا أبو قعبوس. الليلة ليلتك،